ازيكم حبايب قلبي؟ هنعمل اكله في السريع، الكبده البلدي بطريقه حلوه قوي ما يكونش فيها زفاره، وهنعملها بسرعه مش هنكمل ربع ساعه مع طبق مكرونه والمخلل بتاعنا. ويلا نسمي بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. اول حاجه بنجيب الكبده البلدي من عند الجزار. الكبده ما بتتغسلش يا جماعه، ما بتتغسلش، بنحط عليها نص كوبايه من اللبن او نص كوبايه من الخل. فانا بحط بقى اللبن ده كاني غسلتها بالظبط، هتشيل كل الزفاره. هسيبها 5 دقايق، ابتدي احط بقى الحله على النار واحط معلقتين من السمنه، وكمان هحط شويه من الزيت بس هحطها بعدين، وهنزل ببصلايه ضربتها او فرمتها او قطعتها حتى بايديا. هابتدي إن أنا أقلّبها وأنزّل كل اللي في الكبة كده من البصلة، بصلة وسط كده هاحطها، حطيت معلقة الزيت بتاعتي وابتدي أقلّبها. أنا مش عايزاها تحمر، أنا عايزاها يا دوبك لونها يبقى شفاف أو يا دوبك تصفر. هابتدي أقلّبها كويس جدًا، هانزل عليها بقرن فلفل أخضر حامي لو أنتم بتحبوا الحاجة حراقة، لو ما بتحبوهاش يبقى الفلفل بارد جدًا. تمام كده. هابتدي إن أنا أقلّبها تقليبتين لحد ما تاخد لون شفاف، وهابتدي أجيب الكبدة بتاعتي أصفّيها من اللبن اللي فيها وأنزّلها على طول. الطريقة دي هتخلّي الكبدة ما فيهاش ريحة زفارة خالص نهائيًا، وكمان هتبقى طعمها حلو لأن اللبن بيخلّي أي حاجة طرية كده. تمام. هابتدي أنزّلها وأسيبها شوية تتشمّع وبعد كده أقلّبها، لإن لو قلّبت على طول هتنزّل السوايل بتاعتها. طبعًا باكون مصفّياها من اللبن سواء اللبن أو الخل. هاحط بقى البهارات بتاعتي، هاحط كمون، هاحط فلفل أسود، نُص معلقة كده صغيّرة، وابتدي أحط بهارات مشكّلة، وأحط نُص معلقة من الكزبرة الناشفة المطحونة، وكمان هاحط الملح بتاعي، وممكن سِنّة بسيطة من الكبابة الصيني. يعني أنا هاخد سِنّة بسيطة من الكبابة الصيني بيدّيها ريحة حلوة أوي وطعم كمان أحلى. حطيت الفلفل وهابتدي إن أنا أقلّبها كده، خلاص ابتدت خدت لون وغيّرت لونها كده. هاقلّبها واسيبها شوية لحد ما تاخد وتدّي كده بتاع 5 دقايق. هابتدي أحط نُص معلقة من التوم المفروم وأقلّبها، هتشمّوا ريحة رهيبة، رهيبة بجد. هاحطها على نار هادية تاخد كمان 10 دقايق، هي ما بتاخدش وقت خالص، يعني ربع ساعة تكون مستوية، لإن الكبدة لو سويناها زيادة عن اللزوم هتبقى عاملة زي الكاوتش. هنا هاعمل الصلصة بتاعة المكرونة بتاعتي، هاحط زيت على النار، الحلة على النار وفيها شوية زيت، وهانزل بنُص معلقة كبيرة من التوم المفروم. هابتدي أقلّب فيها لحد لمّا تصفر معانا ويبقى لونها دهبي، وأكون مجهّزة معايا عصير الطماطم، إن أنا هافرم الطماطم أو أعصرها وأحطها حسب كمية المكرونة اللي أنا هاعملها. تمام كده. إحنا بنحب المكرونة بتاعتنا فيها صلصة تبقى مالية العين كده. هاقلّب كده وأروح نازلة بالخليط الطماطم اللي أنا عصرته، وهابتدي بقى أحط شوية مَيّة كده بسيطة كده في شفشق الخلاط، وابتدي أنزّل بقايا الصلصة. تبتدي تغلي معايا كده غلوة، هابتدي أحط البهارات بتاعتي، نُص معلقة من الفلفل الأسود، كمون، باحط الكمون المكرونة بتحب الكمون، وملح، أضبّط الملح بتاعي، وكمان هاحط سُكّر، يعني نُص معلقة كده من السُكّر عشان الحموضة، و7 بهارات بتدّي طعم حلو أوي للمكرونة، وأقلبها. إحنا ما بنحبش نعمل المكرونة بالبصل، اللي يحب يعملها بالبصل يعملها، بس بالتوم بتبقى خفيفة وطعمها حلو. هاسيبها لمّا تتسبِّك كده خالص وتاخد وتدّي كده على النار، تاخد لها بتاع ربع ساعة لمّا تتسبِّك، واكون سالقة المكرونة وانزل بشوية من الصلصة واحط المكرونة وهي سخنة. ما نسيبش المكرونة لحد لمّا تبرد وتمسك في بعضها. تمام كده. وانزل بالصلصة الكمية اللي إحنا نحبها بقى، عايزين الناس تحب الصلصة خفيفة يحطوا، عايزينها تقيلة، إحنا بنحب الصلصة تبقى مالية مركزها كده. هنا أهوّة الكبدة خدت ربع ساعة، هاقطّع باقي نُص القرن الفلفل الحراق لو أنتم بتحبوها حراقة، واحط كمان ربع معلقة والّا نُص معلقة كده من التوم تاني، وهي كده خلاص الأكلة خلصت في ربع ساعة. يعني ما خدتش معانا وقت، للبنات اللي هم لسه متجوزين أو الناس المستعجلة زي حالاتنا. حطيت بقى المكرونة بتاعتنا والكبدة كده مع المخلل بقى بتاعنا الليفت الجميل اللي لونه حلو أوي دوّة، وهاقطّع بقى فلفل، إحنا بنحبها حامية وحراقة، قطّعي بقى فلفل حامي أو بارد، حُطّي عليها رشة بقدونس كده، خلّي العين تاكل قبل البُق. طبعًا والريحة بتبقى تحفة. ويبقى خلّصنا الطبق بتاعنا في السريع، لو إحنا مستعجلين، طبق مكرونة تحفة كده مع الكبدة البلدي بدون أي زفارة، والمخلل بتاعنا الجميل وشوية شيبسي. يالّا بقى اعملوا لي لايك ولو عجبِك الفيديو
ما تبخليش عليا تعملي لي لايك وكومنت حلو زيكم وتشتركوا في قناة مطبخ ملك على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة أنا بعملها وقولوا لي في التعليقات بتتابعوني من أنهي بلد وعجبتكم الوصفة ولا